في قمة نصف نهائي كأس العالم بقطر 2022. المنتخب المغربي أو مفاجأة هذه الدورة أو الحصان الأسود، سميه كما شئت، يستضيف نظيره المنتخب الفرنسي وحامل لقب كأس العالم 2018 بقيادة كيليان إمبابي في قمة نصف نهائي بقطر 2022. ويسعى رفقاء يوسف نصيري إلى إحداث مفاجأة كبيرة من العيار الثقيل، ألا وهي إقصاء المنتخب الفرنسي حامل لقب نسخة 2018 من نصف نهائي كأس العالم، كما فعلوها قبلا بإقصاء المنتخب البرتغالي بقيادة كريستيانو رونالدو من الربع النهائي، وإقصاء بطل نسخة 2010 بجنوب إفريقيا المنتخب الإسباني. ولن يسير المنتخب المغربي وحده في هذه القمة، بل سيكون خلفه هذا الجمهور العظيم، ألا وهو جمهور المنتخب المغربي. ونحن العرب كلنا سنشجع راية واحدة في كأس العالم، وهي راية المنتخب المغربي، وهو الممثل الوحيد للعرب في نصف نهائي وممثل إفريقيا في هذا الدور. وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ كأس العالم، وهو بوجود منتخب عربي وإفريقي في المربع الذهبي في تاريخ كأس العالم. فهيا يا نصيري، افعلها كما فعلتها أمام البرتغال. ونحن كلنا ثقة في المدرب وليد الركراكي من أجل قيادة المنتخب المغربي إلى المباراة النهائية وملاقاة ميسي، ولما لا التتويج. وكما قال ديدي ديشامب، المنتخب المغربي مليء بالمفاجآت في هذه الدورة. وستكون هذه المواجهة مواجهة خاصة بين الصديقين أشرف حكيمي وكيليان إمبابي لاعبي فريق باريس سان جيرمان، أو بالأحرى ستكون مواجهة السرعة. وإن شاء الله ولم لا سوف تكون الغلبة لأشرف حكيمي والتفوق على زميله كيليان إمبابي في سباق السرعة. وهل سنرى هذه الصورة إن شاء الله مستقبلا، وهي تتويج المنتخب المغربي باللقب الغالي وهو كأس العالم بقطر 2022 كأول منتخب عربي وإفريقي يتوج بهذه البطولة عبر تاريخها الكروي. وإن شاء الله فكلنا ثقة بهذا المنتخب العظيم بقيادة وليد الركراكي لأجل أخذه إلى منصات التتويج العالمية والتتويج بكأس العالم لأول مرة في تاريخ العرب وتاريخ إفريقيا. وسوف تنقل المباراة على القنوات المفتوحة لقنوات الكاس وبين سبورتس بتعليق جواد بدة بتوقيت 8 بتوقيت المغرب والجزائر.